الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كنت أعد هذا المقطع حين وصلني خبر وفاة الشيخ المربي أبو إسحاق الحويني، فعزائي إلى أمة الإسلام في هذا المصاب، كما لا يفوتني أن أدعو بالنصر لأهلنا في غزة على ما أصابهم بسبب نقض قتلة الأنبياء للهدنة. ترددت كثيرا قبل إنجاز هذه الحلقة لما أصاب أمتنا، لكن الحياة لا بد أن تستمر والأمل في الله كبير. يقول مثل شائع بين المغاربة: الولا ما خلاو للتوالا ما يقولوا، ولكنني أقول وبالله التوفيق: الولا خلاو للتوالا ما يقولوا، نظرا لما تركه أسلافنا وأجدادنا من الأمثال التي تحث على الخير، على إكرام الضيف، على الشفقة على الضعيف والمسكين واليتيم، على صلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. ومثل اليوم ينتمي إلى هذه الفئة، حيث أنه يقول: فرش لولاد الناس فين نعسو أولادك، بمعنى عامل عيال الله عباد الله أولاد الناس كما تحب أن تعامل، وكما تحب أن يعامل أولادك في كل المواقف، فكن سباقا إلى الخير وخدمة الناس واللين معهم، أيا كانت مسؤوليتك، وأيا كانت ظروفك، وأيا كان منصبك، لأنك كما تدين تدان، ولا حال يدوم، فقد تكون اليوم قادرا وغدا مقدور عليك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. شكرا على لطف المتابعة، لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.